السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. جايه لكم النهارده بوصفه جديده، بس قبل ما نبتدي بقى الفيديو بتاعنا زي ما متعودين، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده بقى هنعمل مع بعض ايه؟ هنعمل مع بعض الكلاوي والقلب. انا عايزه اقول لكم دول من افضل الاكلات الخفيفه على قلبي ومحبه لقلبي، بعشقها جدا جدا جدا. مش انا بس طبعا، اكيد في ناس كتير قوي بتحب الكلاوي والقلب. انا من عشاقها. فيلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه النهارده. بس قبل ما نخش على الفيديو ما ننساش بقى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان خاطر يوصلكم مني كل جديد. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لي تعليق جميل كده منكم. ويلا بينا بقى على الفيديو نشوف هنعمل ايه. هنا بقى انا ابتديت ان انا احضر في الحاجه اللي هحطها على الكبد، الكلاوي عفوا، والقلب. الاول قلت الاول ان انا ابتدي اقطع كده زي ما انتم شايفين. بقطع بقى الفلفل والطماطم. وده بقى الفلفل الحار، لان انا من غيره ما بعرفش اكل بصراحه. يعني الفلفل الحار بيخلي الاكله تروح في حته تانية خالص. بنقطع بقى كده زي ما احنا شايفين اهو، ونسمي الله كده ونصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوف هنعملها مع بعض بالطريقه الجميله ديت ازاي. ولو حد فيكم بيعملها بنفس الطريقه اللي انا بعملها بيها دي، يا ريت يقولي في الكومنتات. ولو حد لسه ما عملهاش او هيعملها بنفس الطريقه يقولي النتيجه كانت معايا عامله ازاي. خلاص كده انا قطعت بقى كل حاجه انا هجهزتها هحطها عليها. في كمان ناس بتضيف عليها بصل، بس انا ما بستحبش ان انا احط عليها البصل. بحب اشوح الحاجه زي ما انتم شايفين كده، ومش كل حاجه بحب ان انا اضيف عليها البصل، بحب اكلها كده من غير بصل. فهنا بقى بحط معلقه من الماده الدهنيه عندي، وابتدي بقى اسمي الله كده، وانزل بالكلاوي والكبد عندي، الكلاوي عفوا والقلب عندي اهو. بس انا قطعته لقطع صغيره كده زي ما انتم شايفين، مكعبات. شكله والله يفتح النفس اصلا من قبل ما يتحط ولا يتعمل. طبعا بيبقى فيه معاه قطعه من الدهن كده، بقطعها صغيره خالص زي ما انتم شايفين. بحاول ان انا احمرها الاول اهي، اديها تشويحه كده، وبعد كده بضيف الكلاوي والقلب عندي عليها على طول. بس بعد ما اديها تشويحه كده بحيث انها تنزل منها الماده الدهنيه اللي فيها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما ننساش يا جماعه نصلي على حبيبنا وشفيعنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم بارك. كانت في منتهى الروعه، ومش قادره اقول لكم كان طعمها جميل ازاي. البنات المبتدئين العسلات لو مشيوا على الخطوات دي خطوه خطوه كده بنفس الطريقه، هتطلع معاهم في منتهى الجمال. يا رب افيدكم ولو معلومه واحده، واكون ضيفه خفيفه على قلوبكم. يلا بقى بينا نكمل الفيديو بتاعنا الجميل ده. مش قادره اقول لكم هو جميل قد ايه. وانا بصراحه يعني عشان الاكله وانا بعملها كده بحب وحباها، ببقى مش عايزه ابطل كلام ولا رغي بصراحه عنها وعن جمالها. زي ما قلنا هنبتدي نشوح فيها كده زي ما انتم شايفين لحد ما ايه تسلي معايا شويه، وبعد كده ببتدي اضيف معايا الكلاوي والقلب زي ما انتم شايفين كده. قطعته جميل مكعبات صغننه كده جميله. هنا بقى هبتدي اشوحه كويس جدا، واول ما يغير معايا لونه، طبعا احنا مش هنحطها على النار كتير لان الحاجات ديت الصبحه ما بتبقاش الفريش، ما بتبقاش حابه ان انتي تغيبيها على النار. كل حاجه بتتشوح كده ما بتاخدش وقت ولا سوا، زي الكبده وزي الحاجات دي. اللهم بارك، اللهم صل على النبي. كانت في منتهى الروعه. لو وصلتي لحد هنا في الفيديو بقى ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان خاطر يوصلكم مني كل جديد. مش ما تنسوش بقى تحطوا اللايك وتقولوا لي رايكم في الكومنتات، يا ترى الاكله عجبتكم ولا لا. هفضل باستمرار فيها تقليب. بصوا بقى ابتدت تصفى ازاي اهو زي ما انتم شايفين كده. خلاص هبتدي بقى ان انا اضيف الحاجه اللي انا قطعتها بتاعتي، واضيف التوابل بتاعتي. بس قبل ما احط بقى الطماطم والفلفل اللي انا قطعتهم، بحط بقى ايه فلفل اسمر، كمان السبع بهارات اللي انا طحناهم. كمان بصي كل حاجه عندك انت حابه تحطيها حطيها. لو ما عندكيش غير ملح وفلفل بس ممكن تحطي، يعني من غير اي حاجه هي هتطلع معاكي في منتهى الجمال. كفايه طعمها وريحتها اصلا انها فريش وجميله جدا. بصوا البهارات بتاعتي كده، ونزلت بهارات ليله كده ضفتها. مش قادره اقول لكم بقى على ريحه
الاكله وجمالها. يعني انا عايزه اقول لكم كنت متشوقه ان انا اكلها جدا فعلا من ريحتها وجمالها. انا بقى بنحط الملح طبعا الرغبه زي ما قلنا، في ناس بتحب الملح خفيف، في ناس بتحب الملح، ناس بتحبه مظبوط، فالملح ده بسيبه تبع رغبتكم انتوا. حابين بقى تعملوا جنبها سلطه طحينه، حابين تعملوا جنبها رز، مفيش اي ادنى مشكله. انا حابه ان انا اكلها كده بالعيش اهو. هنقول بسم الله بقى ونضيف هنا ايه الفلفل الرومي اللي انا قطعته. طبعا الحار انا مش هحطه عليها لان في جزء بياكل البارد وفي جزء بياكل حار، فانا هحط الحوار عليها في الاخر خالص زي ما ايه هتشوفوا معايا في الفيديو. خليكم بس معايا في الفيديو لحد اخره وهتشوفوا جمال الاكله عامله ازاي. ببتدي اشوحه كده، اول ما يدبل معايا الفلفل ببتدي بقى ان انا ايه انزل بالطماطم عندي. فانا بفضل بستمر كده في التقليب زي ما انتم شايفين لحد ما يوصل معايا الفلفل انه يدبل. ببتدي بقى ان انا انزل بالطماطم اهو زي ما انتم شايفين كده، ماشيه معاكم خطوه بخطوه عشان خاطر ما تروحوش مني في اي حته، وتبقوا مركزين معايا كويس قوي في الاكله الجميله ديت. هبتدي بقى اهو اتقلب واشوح في هنا انا ما حطيتش ميه خالص ولا انا هضيف ميه خالص نهائي، هي مش محتاجه ميه. هي يعني بصوا زي ما انتم شايفين كده، هي مش قادره اقول لكم على جمالها يعني. فهبتدي بقى هنا ان انا اقلب كويس جدا الكلاوي والكبد والكلاوي، عفوا مش عارفه ليه هي راكبه معايا كبد، مش عارفه، بس لا هي كلاوي وقلب، لان انا مش ليها تطفل قوي على الكبده بصراحه، فانا بحب اعشق الحاجات دي اكتر منها. اهو قلبتها بقى وسبتها كده خلاص 10 دقايق بالظبط على النار، وهنبتدي نغرفها مع بعض. وهنا بقى انا حطيت الطبق زي ما انتم شفتوا كده وجماله، طبعا بالفلفل البارد، والطبق التاني انا ضفت عليه الفلفل الحار من على الوش زي ما انتم شايفين كده. طبعا زي ما قلنا في حد بيحب بارد وفي حد بيحب حار، بس انا عايزه اقول لكم اقسم بالله كانت في منتهى الروعه. يا ريت تجربوها بنفس الطريقه هتعجبكم جدا جدا جدا. الصوره تغني عن الكلام، يعني شكل الصوره يغني عن الكلام خالص بصراحه. مش قادره اقول لكم يعني ان طعمها كان طعمها عامل ازاي، كانت في منتهى الروعه. وبكده بقى الفيديو بتاعي خلص النهارده، اسيبكم بقى في رعايه الله واجيلكم بوصفات تانية كتيره، ويا رب كده اكون ضيفه خفيفه على قلوبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، احلى متابعين في الدنيا.